حتى العمال الذين يشتغلون في هذا المكان والله هم أهل الخير، يعني يتبرعون من قوتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. والعجيب من هذا والله أن الشيخ محمد زين يعني يخرج صباحا ويرجع البيت يعني بعد قرابة المغرب، يعني يخرج من هذه العمل من هذه المكان، يعني كأنه يداوم صباحا ويخرج من دوامه كأنه مراقب أو مهندس، ويخرج في صلاة المغرب. جزاه الله عنا خير الجزاء. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا ديغرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشا أمة مسكينة بلا دابتا ممن إراقور سورتي أرقما. الحمد لله، لقد أقيمت أساس عمود مسجد أبو بكر، الحمد لله، ووصلنا إلى هذه المرحلة، الحمد لله رب العالمين. كما تشاهدون العمل ماشي والعمال يعملون بجد، الحمد لله، الحمد لله، بعون الله وصلنا إلى هذه المرحلة، والعمل إن شاء الله يواصل ولن ينقطع منها إن شاء الله. فبعض حفرة أعمدة حفرت، وهذه منها هو، ومنها الحديد، يعني ربط الحديد وأقيم، وكذلك بعض أساس الأعمدة جعلوا تحتها الخرسانة، الحمد لله، الحمد لله. وهذه الخرسانة، صب الخرسانة جديدا، الحمد لله. وهذه يربطون الحديد العمود يعني، وهذه هو الحديد الذي يقيم في هذه الحفرة. الحمد لله العمل ماشي. والعجيب من هذا والله أن الشيخ محمد زين يعني يخرج صباحا ويرجع البيت يعني بعد قرابة المغرب، يعني يخرج من هذه العمل من هذه المكان، يعني كأنه يداوم صباحا ويخرج من دوامه كأنه مراقب أو مهندس، ويخرج في صلاة المغرب. جزاه الله عنا خير الجزاء. والله تعب معنا وتعب في هذا العمل، فجزاه الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيه. وأنتم يا جمال جزاك الله خيرا ونجاح، بارك الله فيكم. وشيخ يعقوب جزاكم الله خيرا، كل من ساهم في هذه العمل فجزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم. الحمد لله. وعمال يعملون في حفر مكان عمود، حتى العمال الذين يشتغلون في هذا المكان والله هم أهل الخير، يعني يتبرعون من قوتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين. لنا يعني إخوة حتى لو كان في أيديهم لا يوجد في أيديهم شيء، يعني يبذلون من قوتهم ويتبرعون من قوتهم ومن جسدهم، ويعملون بجد بنظافة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله.
الحمد لله والعمل ماشي الحمد لله.